انا جيت. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. برضو ختمة الآية ادعي وكذلك ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك. فأي حاجة تخطر على بالك ناقصاك ادعي بيها وانت مطمئن ومفوض المجيب، وده تعلقك بسم الله المجيب، انه هيختار لك الأنفع ليك بما يعلم وبما يرحم لأنه قريب. ثم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مين قال الصباح كلمة أو موسيقى أو نغمة؟ الصباح من الله نعمة، مثل الشمس تضوي العتمة. حدا يبعت لك وانت ترد غير طعمة صباحه. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني. جايه لكم النهارده بروتين يوم جديد. يلا حطي لايك بسرعه كده على الفيديو وتعالي نبدا روتيننا النهارده بكل طاقه ونشاط وتفاؤل ان شاء الله. بدات يومي بكوبايه القهوه المتينه وعملت الجدول المظبوط. تعالي بقى نشوف احنا هنمشي يومنا ازاي. طلعت لتر من اللبن عشان اغلي عشان ابقى افطر الولاد ونبدا على الشغل على طول. اللي نزل بقى الحضانه واللي عنده درس نزل وفطرنا والحمد لله. نبدا شغل كده ونشمر مع بعض ونقول بسم الله ونصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وراكي ايه النهارده يا دودو؟ ورانا النهارده تنظيفه عميقه للبلكونه. مش البلكونه دي بس، بصراحه انا هاخد الاتنين وهشيل النجيله من الارض وهغسلهم كده غسله محترمه وهنشرهم، وكمان هزعف بقى وهغسل البلكونه كده غسله حلوه قوي قوي قوي. بس قبل ما نبدأ أي حاجة صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ابدأي يومك بكل طاقة ونشاط وحب وتفاؤل. ابدأي يومك بذكر النبي. ابدأي يومك بطاقة إيجابية، ما تبقيش قايمة كسلانة كده من النوم. خديلك يلا حبة باور حلوين كده وشوفي النهاردة يومنا هيمشي ازاي. اليومين اللي فاتوا دول كان في تراب غريب عجيب فظيع رهيب. ايه ده؟ التراب ده جه منين؟ انا والله مش عارفة. الجو كان هوا كده وتطلعي البلكونه تلاقي ترابه ناعمه خفيفه في الارضيه. فبصيت كده على الشيشه عندي، انا منظفه طبعا البلكونات دي كلها بقى تنظيفه محترمه كده للشتاء، ومزعفه بقى وغسله كل حاجه. كل حاجه كانت زي الفل وزي العسل. كانت واقفه اللي انا المع الشيش بتاعي. فقلت بقى النهارده يلا اما اخدهم كده المعهم واخليهم زي الفل. بتلمعي بايه وبتعملي ايه وايه دنيتك؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجه حضرتها الجردل بتاعي، حطيت فيه شويه من كولوريكس الالوان وشويه كمان من الفينيك لان انا بحب ريحته جدا في البلكونات، كمان بيبقى طارد للدبان وللناموس. دي كده اول حاجه. حضرت جردل المسح بتاعي، اخدت الشرشوبه والمساحه ودنيتي وحاجتي. اخدت طبق صغير كده وفوطه زي ما انت شايفه، وبدات ان انا احط فيها مثلا كوبايه كبيره من الميه، حطيت فيها معلقتين 2 من الزيت. اي زيت عندك تستخدميه، اي نوع، زيت زيتون، زيت اكل، اي حاجه. المهم الريحه، خدي بالك بلاش زيت تموين لان بيسيب ريحه فظيعه رهيبه عجيب. وكمان مش هتبقي حابه كده، فاستخدمي زيت حلو. المهم عصرت عليه نص ليمونه وحبه خل صغيرين، وبعد كده قلبت الخلطه الجميله دي وبدات ان انا اعمل الشيش بقى كله بالخشب كله. بصي خشب البلكونه كله من فوق لتحت كده خليته زي الفل. هو طبعا بياخد وقت، وعايزه اقولك قعدت ساعه اعمل في البلكونه. اول حاجه نزلت التراب الاول من على الشيش كويس جدا جدا جدا، وبعد كده مسكت بقى الخلطه بتاعتي دي، الزيت على الميه على الليمون على الخل، وبدات ان انا بنقطتين كمان من الفيري. وبعد كده قمت جايه عامله بقى الشيش كله بالبلكونه كلها. عايزه اقول لك الخشب كله بيلمع وبيبقى زي الفل. شلت بقى النجيله اللي في الارض بتاعه البلكونه الكبيره والبلكونه اللي انا كنت بنضفها من شويه، وقلت بقى اما اغسل الاتنين سوا كده. هستخدم النهارده اوكسي جيل. عايزه اقول لك ريحته خطيره، ريحته حلوه جدا 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 جدا. الريحه عالميه والرغوه حلوه خالص. ونضفت البتاع. انا ما عدتش بصراحه بغسل النجيله بمقشه ولا بالكلام ده، انا بنقع في البانيو واقعد امرغها كده برجلي زي البطاطين، وبعد كده بقوم واخداها على ميه نظيفه وخلاص، لان كل الحكايه بيبقى تراب مش اكتر، ولا بقع بقى ولا الكلام ده طبعا. فكل الحكايه بتبقى مطربه من البلكونه مش اكتر.
بعد كده اخدت بقى المقشه بتاعتي، وبعد كده عملت الحيطان كده في السريع، والميه بقى اللي نزلت على الارض دي قلت ما استغلها، وخدت الجردل والشرشوبه زي ما انت شايفه كده، وابدا بقى انا غرقي الارض كده، خلي فواصل السيراميك تلمع، خليها تنضف، خلي البلكونه يبان عليها النظافه، وخلي كده ريحه الفينيك مع الكوليركس كده تملى المكان. من اكتر الحاجات بجد اللي انا بحبها جدا 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 في مسح الارض هي الفينيك. بحس ان هو مطهر عام، احلى من الديتول واحلى من اي منظف انا بستخدمه، وبحس كمان ان هو ده وقته اللي هو تنظيفه عميقه للحاجه، فبتحس بجد ان الحاجه بتبرق. المهم بقى خدت الارض كده وكنستها ومسحتها كويس جدا، ومشيت كده بالمقشه على جوانب الحيطان في الانجاز بصراحه، لان طبعا انا عامله البلكونات دي كلها يعني مثلا من شهرين ولا حاجه، اللي هو ايه دخلت الشتاء، اول ما قالت يا تنزيعه مطر كده بدات اللي تقريبا الشهر اللي فات كله، اللي هو 11 ده كله، كنت قبل 11 بقى عامله بقى البلكونات والكلام ده كله. المهم اديني خلصت منها، طبعا بتاخد وقت اكيد، فيفضل بقى ان انت لما تنزلي ولادك مدارس او حضانات او دروس او الكلام ده تعرفي تشتغلي، عشان بقى ولا ماما اكليني، ماما ادخلي هاتيلي اعملي لي، تبقي بالك رايق وانت بتشتغلي. والحاجات العميقه دي عايزه بصراحه اللي انت ما يبقاش في زن اطفال حواليكي، ايه ده يا جدع، تحس ان انت ايه، ارحمونا يا جدعان وانتوا اشتريتونا. الله يهديهم يا رب جميعا. المهم خدت بقى البلكونه كده ونضفتها وخليتها 100 فل و14، ودخلت بقى بالمره كده اخدت قدام الاوضه لان انا داخله خارجه اكيد يعني الشبشب بتاعي بيعلم في الارض، شلت الارض خالص بقى، شلت الكفر اللي في الارض، وقلت بقى اما اخد كده ايه مسحه من حوالينه عشان اغير طبعا الميه، ولسه كمان هرجع لان طبعا ما ينفعش اعمل البلكونات بنفس الميه اللي هعمل بيها اللي هي الاوضه يعني، مهما كان انا مش بحب كده بصراحه. المهم اخدت بقى الاوضه بالمره، طالما نضفت البلكونه بتاعها وزعفتها وغسلت حيطان ونضفتها وخليتها زي الفل، اخد بقى الاوضه بالمره عشان كله يبقى نضيف في نضيف. قومي يلا تشجعي معايا كده وتنشطي، وقومي شوفي انت وراكي ايه. انا قلت بالمره كده اما اخد الاوضه كان في متابعه جميله قالت لي بلاش تحطي ملايات وخليكي في الدفات، بصراحه مش عاجبني الوضع خالص نهائي، ما بعرفش ابدا احط من غير ملايات، بس قلت بصراحه ان الغساله عندي بايظه وبشتغل على النص اوتوماتيك، فقلت خلاص بقى مش كتر غسيل، لكن لما اصلح الغساله على طول هتلاقيني حطيت ملايات، اي نعم ملهاش اي 30 لازمه، لكن ما بعرفش ابدا ابدا اخلي الولاد يناموا كده على الدفايه وخلاص. وكمان بحس ان الملايه كده ايه بتشيل سقعه، يعني بتحمي العيال من السقعه، انما دفايه على المرتبه كده مش عاجبني الوضع بصراحه، لكن المضطر يركب التاكسي. المهم خلصت وطلعت طبعا غيار كده للمخدات والخداديات، على اساس ان انا هشيل دول برضو اغسلهم وانجزهم كده. في الغالب اليوم اللي ببقى بنضف فيه ومتشجعه بقوم جره الغساله، وبقوم بصراحه حاطه حبه غسيل كده حلوين عشان انجز، يعني ما بحبش بصراحه ان انا ابقى متاخره كده ورقم الغسيل. هنا كمان على السرير التاني اخدت الدفايه وقلت برضو موديها هناك تتغسل، وبعد كده غيرت الدفايه على طول. برضو كنت عاوزه هنا ان انا احط ملايات، بس والله حوار الغسيل بس هو اللي قرقني، والغسيل طبعا بيتراكم اكيد هيتراكم لان الغساله الاوتوماتيك بتنفع كتير جدا وما فيهاش ولا تعب ولا مجهود ولا الكلام ده كله، انما النص اوتوماتيك مجهود جبار عالمي، طبعا بتنظف وكل حاجه، بس برضه كمان دخلت شتاء لبس شتوي تقيل، والعصاره بقى على ما تقعدوا تعصري قصدي على ايديكي والكلام ده، والجو ساقعه، فلا لا لا خالص انا عايزه اركنها بقى في الفتره دي كلها واشغل بقى الاوتوماتيك. اديني بقى دخلت كده على الاوضه خلصتها في الانجاز. لما بتحطي قدامك هدف ان شاء الله هتحققيه. انت هتبصي للاوضه اللي انت عايزه تنظفيها ومكسله مثلا او شايفه ان هي هتاخد منك وقت، بتعملي ايه؟ بتبصي على الاوضه ايه اكبر حيز من الاوضه ده، يعني ايه اكبر حاجه واخده مكان كبير في الاوضه، الدولاب، السراير كده يعني، فبتبداي بالحاجه البسيطه، الحاجه اللي هي ايه كبيره بس بسيطه في عمايلها. تمام، اول حاجه عملتها هوب على طول شد الملايه، شديت على طول الدفايات وحطيت غيرهم، طبقت الكوفرتات وحطيت كل حاجه زي ما انت شايفه كده في مكانها، وبعد كده مسحت الارضيه كده بعد طبعا ما غيرت الميه، وحطيت فيها كلوريكس بقى الوان بس بالليمون اللي هو الاصفر ده، عايزه اقول لك ريحته عالميه، وصراحه لانه غلى فبقيت اجيبه كل فين وفين، يعني كان والله ب9 جنيه دلوقتي تقريبا ب18، ما شاء الله ما شاء الله.
المهم الاوضه بقت ريحتها كده حاجه كده حلوه بالليمون منعشه، البلكونه بقت زي الفل وزي العسل. ودخلت غسلت اللي هم النجيله اللي انا عملتهم دول، اللي انا كنت نقعاهم من بدري، غسلتهم كويس جدا جدا بس من غير ما اقشر ومن غير حاجه. بقيت انزل الترابه الناعمه من عليهم وبقوا زي الفل. ريحتهم بقى من الاوكسي رهيبه، ريحتهم عالميه. انا هنا نشرتهم في البلكونه بتاعت الاطفال اللي انا لسه منضفاها، على ما اروح امسح التانيه. هروح امسح البلكونه بتاعت اوضه الانتريه، وبعد كده هاخد النجيله دي بعد ما تصفي هنا شويه، اقوم بقى نشرها هناك عشان اسيبها بقى براحتها خالص خالص خالص، واكمل الغسيل بتاعي وانشره هنا. هنا ما بعرفش ان انا يعني احط حاجه على السور، لازم اشيلها، ما اعرفش ليه، عشان لما اجي انشر ابقى واقفه كده مرتاحه. صليتي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. غيرت الميه للمره الثالثه وحطيت فيها هنا فنيك، فهتلاقي ان الميه يمكن من اللون بتاع الفنيك كده غامقه شويه. تمام. وما اعرفش هو بيعمل، كان زمان اول ما بتحطيه في الميه بيعمل لون ابيض، دلوقتي بيغمق الميه. انا مش فاهمه بقى هو مغشوش ولا ايه، بس ريحته جباره، بحبها جدا جدا جدا. خلصت اهو زي ما انت شايفه. دخلت بقى على البلكونه التانية اللي انا شايله منها النجيله، كنستها كويس جدا، زعفتها كده في السريع، ما عملتش في حاجه اكتر من كده. الشيش بقى ابقى اعمله مره تانية، لان طبعا الوقت ايه بياخدك، اللي هو شويه بتلاقي الظهر اذن، شويه بتلاقي العصر اذن، وتلاقي ان النهار اصلا طويل. بمجرد ما تيجي عليك الساعه 4 لو ما لحقتيش نفسك في عمايل الغدا، هتبصي هتلاقي ان المغرب اذنت على طول، بعدها بنص ساعه كده، ساعه الا ربع بالكتير، وتقومي على طول العشاء في ضلها اللي هو 5 الا تمام. العيشه 6 وتلت يا دي النيله. الوقت بيجري هوا. طبعا انا ما عملتش الشيش بتاع البلكونه دي، عايزه وقت شويه لانه بياخد وقت، فهعمله معاكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. المهم بقى دخلت على الغسيل، هتتك بتتك، بياخد وقت، والله العظيم بياخد وقت، بيقسم الظهر، بس هنعمل ايه؟ دخلت خلصت الغسيل، غسلت الغساله برضو النص اوتوماتيك وحطيتها في المكان بتاعها، ونضفت الحمام وظبطته، وطلعت بقى عشان انشر معاكم. في الغالب انا بحب جدا 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 اللي انا انشر بدري، اللي هو انشر بالنهار، يعني النور طالع، نور ربنا طالع. ما بحبش ابدا انشر بالليل. تحس ان انا خلاص اصلا يعني جت عليا المغربيه يا ولاد وهنكت، هطلع انشر ازاي؟ بس في اوقات طبعا بحب جدا 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 انشر قبل المغرب بربع ساعه. يا سلام على الروقان، كوبايه شاي حلوه كده بنعناع، تاخديها في البلكونه، تنشري نشيرك او غسيلك، وتقفي بقى حبه كده في روقان، والدنيا تبدا بقى تليل عليكي كده، والشمس تشوفها كده وهي بتغرب، يا سلام، حاجه كده قمر. المهم قلت بقى اما انشر كده واخلص بقى الغسيل ده وانجز نفسي كده. بصراحه من اكتر الحاجات اللي بحبها ان انا انشر عادي، انا بحب انشر، واحب القصير قدام والطويل ورا، والملون بقى يبقى في النص، والفواتح كده يبقوا في القدام، والغوامق كلها ورا. معرفش، بحس كده ان انا عندي نظام شويه في الغسيل، او انا شايفه نفسي كده، ممكن غيري يكون شايف كده، بس بصراحة بحب ان انا انشر كده واحس كده نفسي يا سلام عاملة لوحة ابداعية. طلعت نشرت وخلصت وقفلت بلكونتي، وقلت بقى ما ادخل كده اعمل لهم الغدا. هتعملي ايه ايه النهارده يا دودو؟ هقول لك دلوقتي، بس صليتي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. انا كنت حاشيه معاكم من الروتين اللي فات على طول حله محشي حلوه، وكنت عاملاها لتاني يوم، فقلت بقى اما النهارده كده اطلعها واسويها. وبما ان النهارده عندي غدا، فيا سلام اللي انا اعمل بقى تنظيفه حلوه لحاجه انا بحب اللي انا اعملها. زي مثلا انا النهارده عندي مثلا اكل، يبقى امسك الاوضه الفلانيه ببلكونتها بدنيتها واديها تنظيفه حلوه. النهارده مثلا عندي اقعد اريح، يعني مره كده على مره كده، ما تفهميش بقى، على حسب طبعا الغزاله، وانت عارفه ان الغزاله لما بتكون رايقه يبقى الدنيا كلها حتى لو متضايقه بنديها بالجزمه عادي، ما عندناش مشكله. فدي الدنيا كلها بالصرمه القديمه، وما تشغليش دماغك بحاجه. حشيت حله محشي من بالليل، وقلت النهارده بقى هسويها. هتعمليها على ايه؟ ماما بقى الله يبارك لها بعتت لي 3 فرخات كده حلوين، وقالت لي نضفيهم وعينيهم في الفريزر. قلت قشطه جدا، انا اخد مناباتنا الحلوه كده، اخد على قدنا طبعا، هنضف كام مناب لينا كده وهسلقهم، واقوم عامله بقى بيهم شوربه حلوه كده، ونشربها برضو جنب المحشي، وهسقي بيها المحشي، وهتبقى ان شاء الله جميله قوي. صراحه ساعات بتهف عليا كده، عايزه اسلق فراخ واحمرها في سمنه كده، واحط عليها ملح وفلفل اسود واكلها. معرفش، هي الجمجمه بتسقني لكده. وساعات اكتر ببقى عايزه اشرب شوربه فراخ واعصر عليها ليمون واشرب بقى واتمزج كده، يا سلام.
فطبعا لو في كمان محشي فالله على الجمال. المهم اخدت بقى منابات الفراخ اللي انا هسلقها دلوقتي وهعملها للغدا. اخدتهم الاول نضفتهم كويس جدا، عملت لهم محلول نقع، ملح على سكر على شويه جنزبيل، وقمت جايه مقلباهم كلهم في بعض كده، وعصرت ليمون. ما عدتش بصراحه بحط خل بقالي فتره طويله يعني. وساعات بقيت يعني اللي انا اعصر ليمون بس كتير، مش ليمونه واكتفي، لا ده انا بقيت اعصر ليمون واحطه بقشره كمان والكلام ده كله. طبعا هنا يا دوب بس في محلول النقع كده، ونضفت الفراخ كويس جدا. هشطفهم بقى للمره التانية وهعصر عليهم ليمون. في مكان محلول النقع هقوم منزله بقيه الفراخ. بصوا انا مش هتبل معاكم الفراخ النهارده لان انا تعبت جدا جدا، جات لي بالليل كده عطس بقى بكحه وبتاع، فقلت لا انا هعين الفراخ دي بعد ما انضفها، هعينها كده صحيحه زي ما هي، مش هتبلها. ما كنتش قادره بصراحه وما كنتش مفوقه، فغسلتهم كويس جدا 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 وعينتهم كده في اكياس في الفريزر طبعا على حسب المنابات، وقمت جايه سايباهم. في الوقت ده التليفون بقى كان مجنني، وصل 12%، ولا كان راضي يصور ولا كان راضي يفتح كاميرا اساسا، وكان حالتي بالبلة. قلت لا اسيبه شويه على الشاحن. سلقت الفراخ ونضفت الفراخ الباقيه وعينتهم في الفريزر، وسلقت الفراخ زي ما انت شايفه كده. في البدايه عملت ايه؟ حطيت كده حته سمنه صغيره، حته سمنه بلدي، وحطيت فيها مستكه. لما المستكه ساحت قمت جايه منزله الفراخ كده على الجلد بتاعها، على ظهرها يعني، وقمت جايه مشوحاها تشويحه حلوه. اول ما اتشوحت نزلت عليها بحبهان وورق اللورة ومعلقه كبيره من السكر، وكمان بصلايه كده متقطعه 4/4 او مشقوقه كده، وطماطمايه زي ما انت شايفه كده. وقمت جايه حاطه عليها الميه المغليه. بصي عايزه اقول لك دايبه تحفه، الفراخ طالعه رهيبه والشوربه بتاعها رهيبه جدا. وسقيت بيها المحشي. طبعا انا كنت عامله معاكم المحشي ده في الفيديو اللي فات على طول، وكنت قلت لكم انا سايبه جزء كده صغير عشان اشوف يعني هكمله بايه. فطبعا اقتراحاتكم الجميله عجبتني. انا كنت بصراحه هحشيه بصل، عارفه اللي هو البصل الصغنن ده لما بيتحشى بيبقى طعمه حلو قوي، لكن اكتفيت بالحله اللي انا عاملاها دي، وسبت الرز لسه في قلب التلاجة لمره تانية. مش هيجرى له حاجه، كل ما هيقعد هيشرب من الصلصه اكتر وهيبقى طعمه حلو قوي قوي. ممكن اسويهم عادي لوحدهم جنب سمك، ممكن اعملهم ببطاطس كده ويبقى وجبه حلوه، ممكن اعملهم محشي، ممكن ازودهم واكمل محشي عادي مفيش مشكله. لكن انا حاليا في الوقت الحالي مش عندي غير ورق عنب فقط لا غير في الفريزر. الكرنب خلاص بقى، فعايزه ان انا انزل بقى باذن الله اجيب وافرز حبه حلوين كده ينفعوني. المهم خلاص بقى اكلنا واتغدينا، بس ابو العيال ما كانش موجود. المهم اتصلت عليه وقعدت اترجاه كتير بقى، ينوبك ثواب فينا، يسترك ربنا، يا رب يفتح في وشك يا رب ابواب السعاده. بص عامله زي الشحاته، عايزه ايه يا بنتي؟ اقول له بالله عليك انا هخلص اللي ورايا واشطب مواعيني وغديت الولاد وعملت كل حاجه، فاضل المواعين بس هشطبها، وتعالى خدنا بقى كده واجيب لك بقى اكلك بقى معانا وننزل نتفرج على الماتش بره. اليومين دول طبعا انتوا عارفين الماتشات على ودنه، بس نفسي بجد ان انا اقعد في وسط ناس كده، ويعني في روح كده بتبقى جميله جدا. المهم بقى اخدت بقيه الاكل واخدت الولاد وهو جه خدنا ورحنا على النادي، قعدنا شويه اتفرجنا على الماتش، وكان اليوم بجد حلو جدا. اي نعم تلكت من القعده، لكن كان يعني يوم تغيير، اللي هو يوم بتحسي نفسك انت بتشوفي ناس جديده، بتتهوي كده، العيال بيلعبوا مثلا حواليكي، فالواحد بيبقى محتاج فعلا كل فتره كده يعني ولو نوع بسيط من التغيير. المهم قلت لا اخلص دنيتي واخلص غسيلي واخلص نشيري واخلص مواعيني واغدي ولادي واعمل كل اللي تتخيليه. دخلت كمان نظفت اوضه النوم وظبطتها في الانجاز كده، ولبست الولاد ولبست في منت، عارفه انت اللي هو الفيمتو ثانيه بالظبط كده. ونزلنا ناخدكم جوله سريعه كده في الانجاز برضو. لكن اهم حاجه ان انا اشجعك على غسيل المواعين. عايزه اقول لك ان من اهم الحاجات اللي بتنفع ست البيت انها بجد تكون بتنظف حاجتها كويس. مش كل الناس بيعرفوا ينظفوا كويس على فكره، لان في اقاويل كتير تقول لك ايه روتينات ايه، هو في حد بيعلم حد النظافه؟ لا هو مش محدش بيعلم حد النظافه، بس ممكن تكون حد مش عارف يعمل حاجه او محدش علمه، او في بنات كتيره طالعه يعني كانت في دراسه والكلام ده كله وفجاه اتحطت في مسؤوليات، في لا قدر الله امهات بتتوفى وبناتهم بيشيلوا المسؤوليه من صغرهم، فبيبقوا عايزين حد يشجعهم يعلمهم حاجه معينه، يبصوا كده على حاجه بتتغسل ازاي، بتتعمل ازاي، ابدا اليوم ازاي، حاجات كتيره جدا جدا. مش شرط اطلع اعلمك، انا ممكن اطلع اشجعك، يعني اخد ثواب فيكي وتديني ثواب انا كمان، دعوه حلوه منك مثلا تحسي ان ايه الدنيا كده رفعانا لفوق.
فطبعا يعني زي ما بقول لك، يعني مش تعليم والله ابدا. كل الحكايه حاجات بسيطه قوي 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 بتفرق. كل الحكايه ان هو نوع من انواع التشجيع، وما يمنعش ان هو برضه نوع من انواع التعليم. زي ما قلت لك في ظروف كتيره عند ناس، انا واحده من الناس. كنت طبعا ايام الدراسه وايام الجامعه والكلام ده ما بنعملش حاجه، بنيجي في الاجازات بنشتغل عادي مع مامتنا والكلام ده كله، لكن طبعا مش شغل زي اللي شايل المسؤوليه. لكن لما ندخل بقى في حوار جواز وتشيل المسؤوليه، وتشيلي مسؤوليه بيت من الالف للياء، بتنظيفه باكل بشرب بالكلام ده كله، فلا كان زمان كنت محتاجه طبعا ان حد يقف معايا ويشجعني ويقول لي ده بيتعمل ازاي، وكنا نقعد نسال طب ده بيتعمل ازاي، لحد ما علمت نفسي بنفسي. فبقيت واحده واحده كده في حاجات كتيره خلاص بقيت اعرف اللي انا اعملها وابتكر فيها كمان، واخترع، يعني بقعد اخترع كمان عشان الحاجه تطلع حلوه. تمام. مش اللي هو اخد الوصفه وخلاص على كده، لا ده انا بزود كمان عليها واخليها كده ايه، اورج الاورج. فما يمنعش ابدا ان احنا نطلع نشجع بعض، ولو على نشر غسيل. ما في ناس كتيره تقول لك انا الغسيل عندي متكوم، عايزه حد يشجعني علشان ادخل اطبقه، فيها ايه ما نطلع نطبق الغسيل سوا والكلام ده كله. المهم اخدكم بقى معايا كده ونطلع بقى نتفرج على الماتش. قعدنا بصراحه، القعده كانت جميله جدا، الجو كان تلج، بس اقول لك ايه الجو، يعني انا بحب الجو ده. الجو كان تلج لكن الجو كان تحفه. ما اقدرش انكر. بصوا بقى انا قاعده كده على البحر زي ما انتم شايفين، والماتش شغال قدامنا، واخد لهم بقى المحشي بقى وبقيه الفراخ بعد ما حمرتها. وبصي والله العظيم كان يوم عالمي. انا بجد كنت حابه جدا جدا القعده، وكنت متشوقه ان انا انزل يعني. لما بتيجي تتفرجي على حاجه، انا مش غاويه ماتشات ولا حاجه، لكن لما بتيجي تتفرجي على ماتش مثلا والكل بيشجع والكل قاعد ومتلهفين ان هم يجيبوا جون وبتاع، فلا لا 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 لا، وضع تاني خالص خالص خالص. ده كان يومي النهارده، وده كان روتيني. يا رب اكون افدتك ولو بحاجه بسيطه، شجعتك ولو بحاجه بسيطه قد كده اهو. دعوه حلوه منك وتكتبي لي تحت في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ما تنسونيش بدعوه حلوه، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا، ومع الف مليون سلامه. هتوحشوني. يتمكن من هذا الشباك المغربية.